الكرة وأبعد الكرة، ومن ثم المدافع أحمد ماكنزي أبعد الكرة الماضية. كانت خطيرة لمصلحة نادي القاسم. هذه أول الفرص من خلال الشوط الثاني. ربما يكون الشوط الثاني مختلف تماما بالنسبة لنادي القاسم هجوميا. أتحدث عن المحاولات الهجومية، وهذه المحاولة راسية. الله، يأتي الرد من أسود بابل. جول، هدف التعادل، ومنو غيره سيف رشيد الآن يأتي بالرأسية هذه. الله 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 الله، يا جمال الهدف، يا روعة الهدف. هدف رائع وهدف جميل، يأتي بالتعديل سيف رشيد ويصل للهدف التاسع من خلال هذا الموسم.